ازاي نعود بناتنا يبقوا ضيوف خفاف؟ بناتنا ممكن يروحوا يباتوا عند جدهم وجدتهم، او يروحوا يباتوا عند حد من قرايبهم، او حتى رايحين نزور حد. يبقى هم محتاجين يتعلموا شوية مهارات علشان يبقوا ضيوف خفاف لطف ويشرفونا وما يحصلش مشاكل. عايزين نعرف الاول ايه شكل الضيف. الضيف محتاج يبقى مهذب وبيراعي الناس وكايند وما يبقاش باصص على نفسه بس. فهنعمل ايه؟ هنعمل الاتي علشان ما نبقاش تقال على اي حد ولا حتى اهالينا. عايزين نكون واضحين بخصوص المدة اللي هنقعدها عند الناس. يعني مثلا نقول لهم هنزوركم، نجي لكم بعد العصر ونمشي على صلاة العشاء، او مثلا بنتي هتبات عندكم ليلة واحدة او ليلتين حسب يعني ما نتفق معاهم. المهم ان الناس يبقوا عارفين لو عندهم ارتباطات يقدروا يرتبوها. ما ينفعش زياراتنا تبقى مفتوحة كده الا عند اهالينا دول مننا وعلينا، يعني مش مشكلة. لو باباكي عنده ارتباطات هيقولك عادي، مش هيتكسف منك خالص. من الحاجات اللي بناتنا مهم ان هم يتعلموها علشان يبقوا ناجحين اجتماعيا، انك تعلميها فكرة تهادوا وتحبوا. خدي هدية معاكي وانتي رايحة تزوري الناس. وانا صغيرة بقى ما كنتش مقدرة خالص قد ايه الموضوع ده بيفرق. كنت فاكراه حاجة كده كليشيه وانه تأدية واجب اننا ناخد معانا حاجة حلوة او هدية للناس اللي احنا رايحين لهم. بس حقيقي اتعلمت ان ده نوع من انواع الشكر والتقدير، انه الناس هيستقبلونا في بيتهم ويتعبوا نفسهم. كل ما كانت الهديه مش تقليديه وكاستمايزد للناس اللي احنا رايحين لهم مخصوص، كل ما كان احسن. حتى واحنا رايحين عند اهالينا، مامتنا بابانا، برضو محتاجين ان احنا ناخد لهم حاجه تفرحهم. هقول لكم كده على كام فكره لذيذه للهدايا، بدل ما ناخد تورته او حلويات شرقيه نصها ممكن يترمي بعد كام يوم. الاحسن انه يكون حاجه الناس هتستفيد منها فعلا. مثلا فطاير طعمها حلو ممكن يعينوها في الفريزر وياكلوا منها على الفطار. ممكن علبه نوتيلا، علبه تمر. ممكن مثلا قهوه طعمها مميز لو الناس اللي احنا رايحين لهم بيحبوا القهوه. ممكن سجاده صغيره لو احنا عارفين ان هم محتاجينها. ممكن زرع، او ممكن بقى الحلو والحاجات اللي بتنفع في الطبيخ، بوت روزماري او نعناع او زعتر. الحاجات دي بتبقى لطيفه جدا. وممكن كمان تبقى لعبه مسليه مثلا نلعب بيها كلنا. الحاجات دي بجد بتبقى مفرحه اكتر من اي حاجه تانية. المهم اننا نركز على الحاجه اللي هتفرق معاهم هم وتفرحهم، وكل ده طبعا يتعامل بمشاركه بنتك سواء كان في الافكار او الشراء. وصي بنتك انها تلتزم بقواعد البيت اللي هم رايحين له. يعني مثلا خليها تسأل فين بيعينوا جزامهم مثلا، واذا اصلا اصحاب البيت بيدخلوا بالشوز جوه البيت ولا تخلعوا على باب البيت ولا ايه. اذا كانت مش متأكدة من الحاجات دي، عايزين نشجعهم دايما ان هم يسألوا. عايزين دايما نشجع بناتنا ان هم يعرضوا المساعدة على اهل البيت. على الاقل يعني انها تاخد طبقها بعد ما تخلص تاخده للمطبخ. دي ABC الذوقيات. عايزين نوصيهم برضو ان هم ما يقعدوش باصين في الموبايل طول الوقت، وان هم لازم يشاركوا الناس اللي هم قاعدين معاهم، يعني الاحاديث اللي بتتقال، ما يبقوش باصين كده في الموبايل وخلاص. عايزين نقول لهم كمان ونوصيهم ان هم ما ينفعش يفتحوا الادراج ولا الثلاجه عند الناس لو هم مش قريبين مننا قوي. يعني بلاش الحاجات التدخلات الجامده دي. كمان حاجه مهمه قوي، لو مثلا بنتي دلقت حاجه هي محتاجه انها تعتذر وتساعد انها تلم اللي اتدلق بدون ما تكون مهزوزه ولا مكسوفه. الحوادث دي وارده، مفيش اي حاجه خالص. كل اللي عليها انها تتاسف وتبقى حريصه في انها تشيل الحاجات صح وتلم اللي اتكسر او اتدلق. عايزاكي بقى دلوقتي تشاركيني في افكار علشان نبقى ضيوف خفاف لطاف.